انطلقت صباح اليوم الاثنين في باريس محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد، واللي بدأت من سنة 2016 بتهمة اغتصاب وتعنيف شابة فرنسية داخل إحدى الفنادق ليلة إحياء وسهرة فنية كبرى. كشف مصدر خاص إن الفنان سعد المجرد قال خلال مسؤوله أمام القاضي إنه انتظر 7 سنوات لكي يستطيع الحديث عن الحالة التي سببت له ولأحبابه الضرر، مشيرا لأنه عانى في السنوات الأخيرة من تداعيات هذه المشكلة ومن ضغوطات كبيرة وصلت إلى حد الاكتئاب، لكنه حاول محاربتها وعدم الاستسلام، خاصة بعد قضائه 7 أشهر داخل أسوار السجن وشهور طويلة مقيدا بالصورة الإلكتروني. قال سعد المجرد إنه خلال السنوات الأخيرة حاول الحفاظ على مسيرته الفنية رغم منعه من ممارسة مهنته لمدة 3 سنوات تقريباً بسبب القضية، قبل أن يمنحه القاضي الإذن بمواصلة إنتاج الأغاني على اليوتيوب لكسب قوته منها، مضيفاً أن هذه الوسيلة تعتبر حالياً الدخل المادي الوحيد له، ويكسب منها في حدود 15,000 يورو شهرياً يسدد منها نفقات عيشته بباريس. قال سعد المجرد خلال حديثه بأنه اختار الحب والعلاقات العاطفية كموضوع أساسي لأغنيته، ويحرص بشكل دائم على التعبير عن موقف المرأة بشكل إيجابي من خلال إطلالتها وإبراز جمالها وأناقتها في أعماله. المصدر ذاته أبرز أن زوجة سعد المجرد غيتا العراقي بدورها أدلت بتصريحات للمحكمة، وكشفت أن سعد المجرد تقدم لخطبتها خلال تواجده في السجن الاحتياطي، وقالت إنه شخص محب وحنون للغاية، وكان دائماً يستمع ليها ولعائلته، معربة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكنه القيام بالأفعال التي اتهم بها. زوج سعد المجرد قالت في حديثها إن سعد المجرد دائماً ما يكون شخصاً محترماً جداً تجاه النساء، وكانت لديه صديقات لكنها لم تسمع عن أي مشكلة له مع النساء ولم يقلل الاحترام أمامها. قال المصدر نفسه بأن غيتا العلاقي قالت إن زوجها كان أحيانا يتعاطى المخدرات وهي على علم بذلك، وإنها تعلم إنه بريء، وقد استمعت لروايته في الموضوع وهي مقتنعة تماما بكلامه وبأنه لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه.